في سنة 2013 في غرفة فندق صغيرة في زيورخ كان قاعد شاب برتغالي اسمه كريستيانو رونالدو، لابس بدلته السوداء وبيحضر نفسه لليلة إعلان جائزة أفضل لاعب في العالم. الكاميرات والجماهير والكل مستنيه. في اللحظة دي بتجيله رسالة صوتية على موبايله، وصوت ابنه جونيور بيقول له: أنا عايزك تكسب، بس لو ما خسرتش أنا برضه فخور بيك. رونالدو ابتسم وغمض عينيه، وفجأة بيطلع اسم رونالدو كأفضل لاعب لأول مرة من 2008. والجميع لاحظ انهيار بالبكاء، مش من الفرح، لأ، كأن في جواه 5 سنين صراع انفجروا في ثانية. ومن اللحظة دي الناس بدأت تسأل: هل فعلا الجائزة دي بتعبر عن الأفضل؟ يعني ليه مثلا ما يكونش ريبيري هو الأفضل، واشمعنى كريستيانو؟ السؤال ده بيتردد دايما، وصراع ما بين الجماهير لتحديد الأفضل، وأكيد كل جماهير بتختار الأفضل يكون لاعب من فرقته المفضلة. لكن برضه في نفس الوقت بيتردد سؤال مهم جدا: هو مين الأفضل في العالم كفريق؟ طيب لو جمعنا أبطال أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في بطولة واحدة، مين يكسب؟ دايما على اختلاف الأزمنة فضل السؤال ده محير الكل ومحدش لاقي له إجابة، لدرجة إنك علشان تجاوب عليه هتقعد تقارن بين نسخ فرق مختلفة. مثلا هتلاقي حد يقولك ميلان 2007 والدريم تيم دي مفيهاش كلام، حد تاني كتالونيا هيقولك بس برشلونة والتيكي تاكا وقمة التوهج 2011. طب ايه، نسيت ارسنال والدوري واللا هزيمه في 2004؟ يا سيدي طب عايزك تبص على ثلاثيه دوري ابطال اوروبا زيدان مع ريال مدريد 2016 و2017 و2018. حد تاني هيرد يقولك انت نسيت السير، ولا ايه يا عم، ده عمل تاريخ لفرقه من اللا شيء، كل اللي عمله مع مانشستر يعدي الناس دي كلها. فيبقى السؤال دايما مين أفضل فريق في العالم؟ أنا محمد حتحوت، ودي قناتي كورة بيكيا اللي دايما بنتكلم فيها عن الكورة بشكل عام. يلا بينا نحكي حكايتنا. البداية كانت سنة 1909، تورينو في إيطاليا. راجل إنجليزي اسمه السير توماس ليبتون، رجل أعمال ومحب للكورة، قرر إنه يعمل أول بطولة دولية للأندية، وكانت كاس السير توماس ليبتون بطولة شبه رسمية جمعت فرق من إيطاليا وألمانيا وسويسرا، ومشارك خاص من إنجلترا فريق ويست أوكلاند. عمال المناجم اللي بيفوزوا بالبطولة وبيقرروا الفوز تاني سنة 1911 وبيحتفظوا بالكاس واللقب. ودي كانت أول مرة العالم يفكر يجمع أندية من بلاد مختلفة. كان حلم صغير بس فضل عايش. بنروح لسنة 1951 وبالتحديد في دولة فنزويلا من أمريكا الجنوبية. بتتعمل بطولة كاس عالم مصغرة للأندية، بتقرر مجموعة مختارة من رجال الأعمال النافذين تنظيم أروع بطولة كرة قدم حلم بها العالم. أول نسخة أقيمت سنة 1952 وفضلت مستمرة لحد سنة 57. شارك فيها كورينثيانز البرازيلي، يوفنتوس الإيطالي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والنجم الأحمر اليوغوسلافي، وكمان شارك فيها ريال مدريد وبرشلونة من أسبانيا. البطولة دي اكتسبت أهمية كبيرة خصوصا بعد ما الريال كسبها مرتين، وبرشلونة كمان كسبها، وكمان قدر إنه يفوز بيها كورينثيانز وساو باولو. وكان بيشارك فيها فرق عريقة جدا ومش قليلة خالص، وبنتكلم هنا على بنفيكا وبورتو، فالنسيا، ريفر بليت، روما، فاسكو دي جاما، وغيرهم كتير. لكن كل المحاولات دي ما كانش فيها صفة رسمية ولا فيها فرق من كل القارات. علشان نيجي بقى لسنة 57، وبالتحديد عند راجل اسمه جاك فيرون، مؤسس فرانس فوتبول. الراجل ده بيكتب مقالة وبيقول لازم نكسر حدود القارات ولازم نعمل بطولة واحدة عالمية. كان ده أول صوت بيطالب ببطولة عالمية للأندية. صوت كان واضح وهادي، لكن كله كان كلام على ورق. في آخر الخمسينات كانت الكرة بتعيش لحظة فارقة جدا. في أوروبا بطولة اسمها كأس أوروبا للأندية الأبطال، اللي بقت بعد كده دوري الأبطال، كانت بدأت تسحب الأنظار، وكل موسم كان بيزيد حماسها وهيبتها. في الضفة التانية من العالم أمريكا الجنوبية كانت بتحط أول لبنة في الكوبا ليبراتادورس، البطولة اللي اتولدت علشان تفرز أنجح وأقوى نادي في القارة، وتخلي الجماهير كلها تعيش الكورة بشغف أصيل. الاتنين أوروبا وأمريكا الجنوبية بقى عندهم بطولات قارية تقيلة جدا، بس السؤال هنا كان بيطرح نفسه: مين أقوى، بطل أوروبا ولا بطل أمريكا الجنوبية؟ في سنة 1960 حصل الاتفاق الكبير ما بين اتحاد أمريكا الجنوبية والويفا الاتحاد الأوروبي. قرروا يعملوا بطولة جديدة. البطولة دي مش لأي حد، لأ،
دي بطولة لأبطال القارات وسموها كأس الانتر كونتيننتال، مواجهة مباشرة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. بطولة رسمية مش ودية ولا استعراضية، لقب حقيقي ورسمي بين قارتين بيحبوا الكرة بطريقتين مختلفتين. أول نسخة ريال مدريد الأسباني اللي كان وقتها عامل سيطرة على أوروبا قابل فريق بينارول من أورجواي، بطل أول نسخة من ليبرتادوريس. الماتش الأول في مونتيفيديو بيخلص بالتعادل السلبي، بس الإياب بقى في مدريد الملكي بيضرب بالخمسة وبيفوز بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين، وخد أول لقب انتر كونتيننتال في التاريخ. انتر كونتيننتال ما كانتش مجرد بطولة، دي كانت الشرارة الأولى لحلم أكبر وأكبر، حلم نعرف فيه مين بطل العالم الحقيقي. في الستينات والسبعينات كان اللقب بيعدي على أوروبا ويروح يستقر في أمريكا الجنوبية. الكرة هناك كانت حاجة تانية، إبداع ومهارة وهجوم شرس. في البرازيل كان في فريق اسمه سانتوس، بس لما تقول سانتوس احنا فعليا هنا بنتكلم عن بيليه، واحد من أعظم لعيبة العالم إن لم يكن الأعظم. الملك بيليه بيقود سانتوس للفوز بكأس الانتر كونتيننتال سنتين ورا بعض، مرة ضد بنفيكا في 1962 والمرة التانية في سنة 63 ولكن ضد الميلان. بيليه ما اكتفاش بالفوز، ده أحرز 7 أهداف في 4 ماتشات بس، وكان أول فريق من أمريكا الجنوبية بيرفع الكاس مرتين ورا بعض. ومن البرازيل راحت الشعلة للأرجنتين، راسينج كلوب، فريق متماسك وعنيد، فاز بالبطولة سنة 1967 بعد معركة عنيفة مع سيلتيك الاسكتلندي، واللي الماتش بتاعهم لسه لحد النهاردة بيتوصف انه واحد من اعنف المواجهات في تاريخ البطولة. وبعد كده بيجي فريق استوديانتس 3 سنين ورا بعض بيلعب النهائي وبيفوز باللقب، منهم مرة سنة 68 قدام مانشستر يونايتد بتاع بوبي تشارلتون وجورج بيست. فرق أمريكا الجنوبية كانت بتفوز مش بس بالمهارة، ده كانت بتفوز بالإصرار وبالذكاء وأحيانا بالشراسة. وتعالى بقى أقولك على التغيير اللي نقل البطولة في حتة تانية. من سنة 1960 لحد سنة 1979 كانت نهائيات كأس الانتر كونتيننتال بتتلعب رايح جاي، ذهاب وإياب عادي، مرة في ملعب بطل أوروبا ومرة في ملعب بطل أمريكا الجنوبية. بس النظام ده كان له مشاكل، سفر مرهق وجماهير متعصبة وماتشات كتير كانت بتخرج عن السيطرة، لحد بقى سنة 1980 اللي بيحصل فيها التغيير الكبير. البطولة انتقلت لطوكيو في اليابان، واللي وقتها كانت بتفتح أبوابها للكرة العالمية ومعاها راعي جديد شركة تويوتا. من هنا بقى بقت كل النهايات بتتلعب ماتش واحد بس وعلى أرض محايدة، والنظام ده فتح الباب لفرق كتير إنها تسيب بصمتها. فلامينجو البرازيل بقيادة الأسطورة زيكو بيقدر يكسب الكاس من مباراة واحدة. اندبندبنتي الأرجنتيني عملها هو كمان سنة 84. في التسعينات بقى الكرة بقت أعلى والمستوى بقى نار، ميلان الإيطالي وساو باولو البرازيلي بيقدموا نهائيات خرافية خلت الجماهير بقت تستنى البطولة دي بفارغ الصبر كل سنة. ساو باولو بقيادة المدرب الكبير تيلي سانتانا بيقدر ان هو يكسب برشلونة وميلان ورا بعض، وبيأكد انه واحد من انجح فرق القارة اللاتينية في العصر الحديث سنة 92 و93. وبرضه ميلان بقى واحد من أنجح الفرق الأوروبية في البطولة وبيحقق اللقب في أكتر من نسخة، منهم سنتين ورا بعض سنة 89 وسنة 1990. لكن برضه لسه الأزمة ما اتحلتش، دي بطولة بتقام باتفاق بين اتحادين وبيشارك فيها البطل من هنا والبطل من هناك. ازاي برضه هحدد على أساسها مين أقوى فريق في العالم؟ وفي سنة 1981 بلاتر كان الأمين العام للفيفا، وكان دايما شغله الشاغل إن هو يعمل بطولة تجمع أبطال القارات تحت مظلة الفيفا. وكان في مخاطبات بينه وما بين رؤساء الاتحادات القارية زي عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي ولينارد يوهانسون، لكن بقى في سنة 98 بيتولى هو بنفسه رئاسة الفيفا، وبيقرر إن هو يعمل كأس العالم للأندية تحت مظلة وتنظيم من الفيفا، وقرر إن هو يجمع أبطال القارات الستة ومعاهم بطل دوري البلد المستضيف. وبتبدأ الفيفا تتفاوض مع الشركات الراعية لحد ما بتوافق شركة ISL إنها تمول البطولة. النسخة الأولى خلاص هتتلعب سنة 2000 في البرازيل وبمشاركة 8 فرق: ريال مدريد وكورينثيانز وفاسكو دي جاما ومانشستر يونايتد والرجاء المغربي وجنوب ملبورن ونيكاكسا والنصر السعودي، اللي بالمناسبة جماهيره أطلقت على نفسهم لقب العالمي لمجرد مشاركتهم في البطولة.
اتعملت بقى من مجموعتين، واللي يتصدر المجموعة يروح على النهائي على طول، علشان كورinthians يحقق فوزها على مواطنها فاسكو دي جاما، وبيحصد أول لقب لكأس العالم للأندية في شكله الجديد المجمع. خليني أقول لك كمان إن الفيفا كانت عايزة تنجح البطولة دي بأي شكل من الأشكال، وده اللي فسره مشاركة ريال مدريد في البطولة، لأن وقتها بطل دوري أبطال أوروبا سنة 99 كان مانشستر يونايتد. طب بقى ريال مدريد شارك بناء على ايه وعلى اي اساس؟ وطبعا كانت معروفه ان هو بناء على القاعده الجماهيريه اللي بيتميز بيها ريال مدريد في كل دول العالم. ولكن طبعا هم ما اعلنوش كده، وقالوا ان هو اصله بطل الانتر كونتيننتال سنه 98 فيحق ليه المشاركه في بطوله سنه 2000. بس بقى بعدها شركه اي اس ال بتعلن افلاسها، والبطوله بتتوقف من 2001 لغايه 2004. والناس افتكرت هنا ان ده كان الوداع، لكن سنة 2005 الفيفا قررت ان هي ترجعها بس بنظام مختلف خالص. والنظام الجديد بقى في عصرنا الحديث ان كل قارة هتبعت بطلها ويتضاف ليهم فريق من الدولة المستضيفة. واتفقت الفيفا ان هي تدمج الانتر كونتيننتال جوه البطولة دي رسميا علشان توحد اللقب. واول نسخة من العودة كانت في اليابان 2005، وبيشارك فيها ساو باولو بطل كوبا ليبراتادوريس، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والاتحاد السعودي من آسيا، والأهلي المصري من أفريقيا، وديبرتيبو سابريسا من الكونكاكاف، وسيدني اف سي من أوكيانوسيا. ساو باولو بيقدر ان هو يفوز باللقب بعد ما كسب ليفربول 1-0 في النهائي، لكن من اللحظة دي ابتدت صورة البطولة تبان. هي بطولة عالمية بس في اغلب النسخ اللقب كان بيستناه بطل اوروبا في الاخر. 2006 بتحصل نفس المفاجأة، وانترناسيونال قدر ان هو يتغلب على برشلونة في النهائي بنتيجة 1-0 بهدف ادريانو غيره. يعني من 2007 لغاية 2023 بنقول ان فرق اوروبا كلها كسبت كل النسخ باستثناء كورinthians 2012. يعني ما بين اكتر من 20 نسخة، 3 فرق من امريكا الجنوبية فقط هم اللي بيفوزوا 3 مرات: ساو باولو سنة 2005، وانترناسيونال سنة 2006، وكورinthians سنة 2012. وهنا بقى المحللين بدأوا يوصفوا البطولة بأن هي مسابقة أوروبية متخفية بغطاء عالمي، لأن فرق أوروبا بتدخل من نصف النهائي على طول مرتاحة وجاهزة، بس بقى باقي الفرق بيلعبوا من أول دور وسط ضغط وسفر واستهلاك بدني. ودايما كان في البطولة في لحظات كسرت الروتين، يعني مثلا مازيمبي الكونغولي كسر القاعدة في سنة 2010 كأول فريق إفريقي بيوصل للنهائي. كمان عندنا الرجاء البيضاوي اللي أشعل الأجواء في المغرب سنة 2013 بعد ما قدر إن هو يهزم مونتيري وأتلتيكو مونيرو، ووصل للنهائي ضد بايرن، واللي بالمناسبة في النسخة دي تم استحداث قواعد تحكيمية جديدة زي تقنية خط المرمى بعد نجاحها في كأس العالم للقارات سنة 2013. إضافة كمان إن تم استخدام أول الرذاذ المتلاشي اللي بيستخدمه الحكم علشان يحدد بيه مكان الكرة ومكان وقوف اللاعبين في الكرات الثابتة والفاولات. وفي نفس الوقت بتتوالى الإنجازات العربية. العين الإماراتي بيحقق إنجاز مماثل في 2018 بعد ملحمة أمام ويلينجتون وريفر بليت. نسخة 22 الهلال السعودي اللي كسر هيمنة أمريكا اللاتينية وقدر إن هو يهزم فلامينجو ووصل للنهائي ضد ريال مدريد. كل لحظة من دي كانت شرارة بتقول إن البطولة ممكن تتغير لو حد فكر إن هو يديها فرصة. وبعد سنين من التفاوض وفي مؤتمر الفيفا في الدوحة ديسمبر 2022 بيتوافق رسميا على نظام البطولة الجديد، والبطولة اللي هتتلعب كل 4 سنين وهتبدأ في صيف 2025، والبلد المستضيف أمريكا. عدد الفرق هيكون 32 فريق من كل قارات العالم على الشكل التالي: من أوروبا هيشارك 12 فريق، ومن أمريكا الجنوبية هيشارك 6 فرق، ومن آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية هيشارك من كل قارة 4 فرق. أما بقى أوكيانوسيا هيشارك فريق واحد، والبلد المنظم كمان هيشارك منها فريق واحد. الحلم الكبير دايما موجود عند الفيفا، وهو ازاي نعمل كاس عالم حقيقي للأندية، ما تكونش بطولة صغيرة ولا ماتش نهائي وخلاص، لا عايزينها بطولة كبيرة وتشبه كاس العالم للمنتخبات وتكون بين أعظم الأندية. علشان كده في سنة 2016 بدأت الفيفا تشتغل على خطة تطوير البطولة، وفي 2018 إنفانتينو بنفسه بيخرج قدام الصحافة العالمية وبيعلن عن أول خطوة: إحنا بنفكر نعمل بطولة ب 24 فريق وتكون كل 4 سنين، بدايتها في 2021.
لكن للأسف الخطة بتتأجل بسبب جائحة كورونا. نظام البطولة بقى هيكون عبارة عن 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق هيبتدوا يلعبوا بعض، ويتأهل أول وتاني من كل مجموعة علشان يلعبوا بعد كده الأدوار النهائية بالتدريج زي البطولات اللي احنا عارفينها، بس إن مفيش مباراة على المركز الثالث والرابع. أما بقى عن جوائز البطولة فحدث ولا حرج، الفيفا وعدت بجوائز مالية كبيرة جدا، وما تستغربش لما أقولك إن البطل هتوصل قيمة جايزته ل 125 مليون دولار. ده غير إن الفرق المشاركة في البطولة هتستفيد هي كمان بس لمجرد مشاركتها في البطولة، يعني مش مجرد استفادة من المشاركة في حدث عالمي بتكون شرف وفخر لأي فريق مشارك وبس، لا، ده في فايدة اقتصادية كبيرة هتعم على كل الفرق المشاركة، وتعالى أكلمك عنها بالتفصيل. بص يا سيدي، الفيفا حددت مليار دولار كجوائز للبطولة، ولكن ليها تقسيمة معينة هنشرحها مع بعض وهنفسرها مع بعض. 525 مليون دولار هتتقسم على ال 32 فريق المشاركين في البطولة، وهتتقسم عليهم كالتالي: الفرق الأوروبية هتاخد بداية من 12 مليون إلى 38 مليون دولار، وده على حسب تصنيف كل فريق. أما بقى فرق أمريكا الجنوبية فكل فريق هيتحصل على 15 مليون دولار. أما بقى عن آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية فبنتكلم على 9.5 مليون دولار جوائز مشاركة فقط. كده بقى هيتبقى عندنا 475 مليون دولار من المليار دولار اللي حددتها الفيفا، ودي هتتقسم على الفرق على حسب الأداء الرياضي. يعني إيه الكلام ده؟ بص، الفيفا حددت الجوائز دي في دور المجموعات، يعني أي فوز ب 2 مليون دولار والتعادل بمليون دولار. أما بقى جايزة الوصول لدور ال 16 هتكون 7.5 مليون دولار، وجايزة الوصول لدور الثمانية هتوصل ل 13 مليون دولار تقريبا، والسيمي فاينال 21 مليون دولار. أما بقى الفريق البطل فهياخد 40 مليون دولار. البطولة دي ما تقدرش تقول عليها إن هي كورة وبس، لا، ده مشروع اقتصادي ورياضي إعلامي بيحاول يغير خريطة الهيمنة الأوروبية. والسؤال دايما اللي كان بيكرر نفسه: هل فعلا هنشوف فريق من بره أوروبا يقدر يعمل المفاجأة ويكون بطل؟ ولا هل أوروبا هتفضل متربعة؟ ولا يمكن هنعيش عصر جديد من المفاجآت؟ من أول فكرة حصلت بين بطل إنجلترا وبطل اسكتلندا وكأس العالم المصغرة لغاية الانتركونتيننتال لحد بطولة محسومة تقريبا لبطل أوروبا إلى يومنا هذا، الطريق طويل والتاريخ مكتوب من أطراف كتير، لكن لأول مرة العالم كله هيجتمع في بطولة واحدة بعدد كبير وبنظام جديد وجوائز محترمة جدا جدا. الحكاية بدأت بسؤال: مين الفريق الأقوى في العالم؟ وفي 2025 وأخيرا هننتظر خلال أيام مين هيكون بطل العالم للأندية. ما تنساش بقى تكتب لي رأيك في التعليقات عن الفيديو وعن البطولة نفسها، وما تنساش كمان الاشتراك في القناة علشان نعرف نقدم لكم كل جديد. كان معاكم محمد حتحوت من قناة كورة بيكيا.